تعالوا نعمل طبق اقتصادي وموفر جدا، وعايزه اقول لكم مش بيكلف خالص. هنجيب جمبري تقشير، وهنجيب رز وبصلايه، وهنبدا ان احنا نعمل رز صيادي بالجمبري. عايزه اقول لكم خطير. مش شرط تجيبوا حجم جمبري كبير، جيبوا الجمبري اللي هو الصغير ده البلدي الاحمر، اللي هو دلوقتي عامل سعره 70 جنيه كيلو. عايزه اقول لك مش تحتاجي اصلا اكتر من نص كيلو، يعني 35 جنيه هتاكلي العيله كلها. هنجيب كده بصلايه، نبدا ان احنا نحضر حله نحط فيها معلقه من الزيت او معلقتين من الزيت، ونبدا ان احنا نشوح البصلايه ولحد ما لونها يتغير كده وتبقى بنيه، وننزل بالجمبري اللي احنا مقشرينه كويس قوي غاسلينه، ونبدا ان احنا نشوح فيه بالشكل ده، وننزل بكوبايتين من الرز، ونبدا ان احنا نقلب فيهم، وننزل بملح وكمون وفصين من الثوم بس كده، يعني فصين صحيحين. وهنزود الميه بتاعتنا، وهنغطي الحله لمده تلت ساعه على نار هاديه. هتلاقي الرز معاكي استوى بقى زي الفل. حاطين على الوش كده شويه من الجمبري الكريسبي. هنزل لكم ان شاء الله الفيديو الجاي طريقه الجمبري الكريسبي، بنفس برضو الكريسبي بنفس الجمبري الصغنن ابو 70 جنيه. يلا بألف هنا وشفا، جربوا الطريقه دي وان شاء الله تعجبكم جدا.